سؤال موحد. بكرة في نفس هذا التوقيت مين ممكن يكون راكب الطيارة وراجع للسعودية؟ أبو عبد الله محمد الشيخ. لا، أنا رشحت الاتحاد، وبالتالي اللي حيركب الطيارة خيسوس والربع. هذه توقعاتي أبو يعني. خالد غرم العمري. والله أنا أعتقد النصر بسبب التغييرات اللي موجودة عنده. إبراهيم العنقري. شوف، على الورق الاتحاد أجهز وقد يكون يعني أظفر بالفوز، ولكن كرة القدم لا يمكن أنك تصف شيء، بس على الورق نعم الاتحاد أجهز يعني أقدر على الفوز. عماد. على الورق الاتحاد يركب طيارته والنصر هو من يتأهل. على الورق كأسماء موجودة. ايش يصير داخل الملعب؟ ما يصير داخل الملعب. الملعب. هو ما بيركب الطيارة إلا بما يحدث داخل الملعب. اي بس الاتحاد مثلا لو كان في رايكوفيتش ما راح اقول هذا الكلام. حارس نادي الاتحاد، فالحراسة في النصر أفضل، ممكن يستغلها، لكن في صعوبة انك انت تحدد من هو الفريق في اول مباراة. حتى احنا ما شفنا حتى الفرق، ولكن على الورق النصر افضل، والاتحاد يحتاج الى تدعيمات اكبر اذا اراد المنافسة على تحقيق لقب محلي واسيوي.